كان يا مكان وما يحلى الكلام غير بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان يا مكان في قديم الزمان وفي قبيلة ما توصلها إلا ما عندك حيلة. كانت طريقة طويلة والمؤونة تسالي وهي ما تسالي، والعجيب في الأمر القبيلة كل مرة تبدل طريقها. الطريقة اللي جابتك اليوم ما ترجعك غدا، وهادشي كله بسبب واحد السحارة كانت سميتها عقيصة. كانت ملكة البلاد والعباد، وكان سحرها ما يفلت منه الشداد. وكانت في القبيلة واحد المرأة طيبة الجواد تعطي بيديها ولسانها، وكان عندها واحد جنان من البستان خيرات قبيلة كلها منه، تعطي المسكين وتجود على اليتيم. ولهذا كانوا الناس يسميوها الصالحة. وهاد الصالحة كانت العدوة الكبيرة ديال عقيصة، حتى السحر ما خلاتو إلا وجرباتو، حتى تهلكها وتهلك أرضها، لكن الله حافظها وحافظ جنانها. دازت أيام وليالي، والحسد والحقد في قلب عقيصة شاعل كيف النار تاكل الخضر واليابس. واللي زاد في نارها أكتر هو أن الصالحة ولدات توام يطيروا العقل بالزين. إوا هادشي ما عليه صبر، حيت عقيصة مريضة بالعقر. إوا عقيصة جمعات شياطنها فواحد الليلة كحلة زحلة، وقالت ليهم الليلة يصبح جنان رماد باش ما تلقى البهيمة ما تاكل ولا العباد. بغيت نشوف الصالحة مدلولة، لا أرض لا مؤونة لا ولاد. شياطنها سمعوا الكلام وقرروا يطبقوا الحكام، لكن شي شوية رجعوا الشياطن حازنين مدلولين. وقال كبيرهم: ألا لا عقيصة، الله حافظ الصالحة الجنان ما لقينا طريقو، جنانها محروس ما تدخلو لا بهدية ولا بفلوس. رجعت عقيصة لفراشها وخرجت شياطنها وجات تفكر بالمكيدة، حيت دابا الصالحة ولات عليها شوكة في حلقة وعافية ما بين لحمها وعرقها. ضحكت عقيصة وقالت: صافي لقيتها، غدا يا الصالحة أتفطري بالدموع وتتعشي بالندمة. صباح الصباح وديك صاح وفاقت الصالحة تفطر وليداتها، لكن المسكينة ما لقات غير الفراش بارد، وعرفت أن صاحب الفعلة دارها بالليل. هادي فعايل عقيصة. جمعوا على القبيلة ناويين على خزيت. إوا عقيصة طغات وما بقى كفاها هاد العباد، وزادتها بخطف الولاد. هجموا على دار عقيصة وخلصوا القبيلة من مصايبها. إوا غير هرسوا الباب وما لقاو غير الضباب، الريح كتصفر. هربت عقيصة من بعد ما خطفت الولاد، وحتى واحد ما عرف ليها طريق. عقيصة ملي خطفت الولاد خوات القبيلة وشدات طريق طويلة اللي ما ليها عنوان. وبعد 3 أيام من المسيرة وصلت لواحد القبيلة الصيادة. وهاد القبيلة كانت عند الواد عايشين غير على الصيد، والواد ديما عليهم جواد. ملي جات عقيصة دقات الخيمة في القبيلة ونوات تبات هاد الليلة، وإلا عجبها المكان تخلي الإقامة طويلة. دازت 3 أيام وعقيصة في القبيلة. الناس شافوا الحوت من بعد الصيد بسرعة تعطي راحتو، ولا ما كليتيه في نهارو ما تنفع معاه لا بملحة لا قديد. جمعوا كبار العيان القبيلة باش يعالجوا القضية ويشوفوا بها شي حيلة. سولهم كبير العيان: وبالإمتى هاد الحالة؟ جاوبوا كبير الصيادة: أسيدي هادي 3 أيام الواد بخل علينا بحوتو، واللي صيدناه في النهار تعطي ريحتو. تكلم واحد الصياد وقال: هادي 3 أيام أسيدي دقت واحد المرأة خيمتها قدام باب داري، لا هي ضيفة ولا يدخل عندها ضيف. إلا شفتيها ما تسرب شوفتها، هو إلا سمعتيها ما يعجبك حديثها. وقف كبير القبيلة وقال: هاديك ضيف نحس، ضيف منبود من السلالف والجدود، الليلة ماليها مباتة في القبيلة. عطيوها المؤونة الطريق وخرجوها، هاديك ما تصلح لا صديق ولا لرفيق. وفعلا جاو الصيادة وجمعوا العقيصة الخيمة وعطوها المؤونة الطريق وخرجوها ونقاو القبيلة من شرها ونحسها. وهكذا القبيلة اللي مشات ليها عقيصة متفوت حتى 3 أيام حتى يجريو عليها.
ومن بعد يوم جديد من المسيرة شافت أنها على بواب قبيلة جديدة من سماها صافية بين قبيلة سعيدة. كانت هذيك القبيلة القاضي بومفتاح، القاضي اللي جاريه ما يتظلم. الغني عنده بحال الفقير والكبير عنده بحال الصغير. وكان القاضي بومفتاح ما يخفى عليه سحر السحارة ولا سلعة العطارة. كان عنده جماعة من السحارة لكن ما يخدموه غير الخير وماشي الأذية. دقت عقيصة خيمتها ونوات تبات الليلة ولا عجبها الحال. عاد خيام في القبيلة. دازت 3 أيام وشافوا الناس بلي كثرت الخصومة بيناتهم. الغني ياكل رزق الفقير والكبير يحقر على الصغير والقاضي مفتاح عمرهم ما داروا عليه شكاية الصف. جلس القاضي يفكر مع صحابو اش هادشي تسلط على القبيلة عمرها ما تشكات الجور والمكيدة. قال له صاحبو سمح لي سيدي القاضي، هذه 3 أيام جات واحد العجوز غريبة على القبيلة ما ترتاحلاش شفتها وما يعجبك كلامها ومعها جوج صبيان صغار ما باينينش منتوبها كما جبت معها النحس والبغيضة للقبيلة. اسيدي بومفتاح جاوبوا القاضي بومفتاح نتوما كتعرفوني ما نبغيش الظلم، جيبوها نسمع حكايتها الا كانت ضيفة نكرموها ولا جايبه البلا اللي نطردوها. سولها القاضي بومفتاح شكون وجاب لقبيلتنا. خافت عاقصة من كلامه ولكنها مطورة. قالت ليه جيت من قبيلة بعيدة دازت عليها أيام شديدة زرها القحط ما خلى فيها لا عود نابت لا نوارة. إوا سيدي بومفتاح هزيت وليداتي وخدت القبيلة وقصت قبيلتك إلا قبلتو عليا هداك منايا وإلا ما قبلتو نعاود رجايا. القاضي بومفتاح كان عنده واحد الطير سميتو الزرزور كان يجيب له الخبار بحال سيدنا موسى وهكذا كيعرف الصادق والكاذب والمغلوب والغالب. حبس عنده عقيصة وخلى عنده الولاد وتسنى الطير يجيب له الخبار. مع الفجر رجع الطير وجاب خبر عقيصة بلا زيادة بلا نقصان. عرف حكاية الولاد وحكاية جنان وحكاية القبيلة الصيادة. عرف سبب الخصومة اللي زارت القبيلة اللي كان يضرب بها المثل. صباح الصباح أبو مفتاح خرج عقيصة وجمع السحارة ديالو وقالوا عرفنا حكايتك عقيصة ودقنا أديتك ودابا دارت عليك النوبة كيف ما أديتي تأدي وجازاك ليك غادي يمسخوك السحارة ديالي. إوا اختاري يا جرانة يا جرادة يا دبانة. عرفت عقيصة أن هذه هي الأخيرة لها وحتى شي سحر ما غادي يصدق ليها وقالت الجران صداعو ما يأدي والدبان يقهروه الوسادي أما الجراد كيهلك الشجر والجرادي. اختارت نكون جرادة أسيدي بومفتاح. إوا فرمشت عين صبحت عقيصة جرادة وطارت من الشرجم وما عرفوها فين غادة. المهم مشى الباس والظلام اللي بان في نفس القبيلة. القاضي بومفتاح رجع الوليدات المهم الصالحة ورجعت فيها الروح من بعد ما كانت تبكي وتنوح. في النهار الثاني صبحت القبيلة على سحابة كحلة. هداك سراب الجراد جابتو عقيصة قصد جنان الصالحة جاي يهلك الشجر ويخلي الحجر. دخل السرب للجنان لكن ما قدر ياكل حتى ورقة من شجره. اللي ذاق شي شجرة يلقاها مالحة مع أن الشجر كله غير عنب وتفاح والليمون والرمان كله حلاوة. إوا تقلبت الآية خرجوا ناس القبيلة رجال ونساء ودراري صيدوا الجراد اللي حصل في الجنان الصالحة. إوا ناس القبيلة تزردوا 3 أيام حيت جراد هذيك الأيام ما كان فيه دواء. كان الغني ياكلو والفقير حيت كان بحال الغنم سارح في الشجر والزرع. في جرادة بقات جرادة مالحة بزاف وحتى حد ما قدر ياكلها اللي حطها في فمو يرميها حيت حتى واحد ما عرف ان هذيك الجرادة المالحة هي عقيصة. وبقات عقيصة جرادة مشوية ومرمية حتى كلتها الريح مع الايام. اما الولاد كانوا يغنيو من هذيك الليلة من اللي عرفوا الحكاية. جرادة مالحة فين كنتي سالحة في جنان الصالحة
اش كليتي اش ربتي والتفاح والنفاح يا قاضي يا بو مفتاح والحكمة بيديك يا القاضي يا بو مفتاح. ايوا كيف جاتكم الحكاية؟ انا طاشيني وجد وغداتي خاصني نمشي نتغداها. ايوا نخليكم دابا حكايتنا سالات، ولكن غدا غادي تبدا واحدة جديدة. خليت لكم الخير والتيسير. مع السلامة.